من تقرير في أحد محافظات مصر لحزب السلام الديمقراطي. وكل البلاد المحبة لحزب السلام الديمقراطي ولمرشح حزب السلام الديمقراطي. اليوم نلتقي على أرض كفر العرب محافظة دمياط، ويشرفنا بالحضور قيادة سياسية على أعلى مستوى، قيادة تركت بصمة في العمل السياسي بمصر، حيث أسست حزب يهتم بشؤون المصريين جميعا على كافة انتمائهم الدينية أو الحزبية. السيد المستشار أحمد الفضالي استطاع بالكاريزما الخاصة له أن يكسب العديد من الشخصيات المرموقة سياسيا وفنيا ورياضيا على جميع المستويات. إنه ليوم عظيم حقا أن نكون في شهر أكتوبر العظيم، شهر التضحيات، شهر الشهداء، هذا الشهر الذي أعطى لمصر السلام، أعطى لمصر سلام القوة، سلام الشجعان. هذا الشهر هو الذي أعطانا المكانة السياسية العالمية التي نتمتع بها الآن. لقد فرضنا السلام حزب السلام الديمقراطي والشيخ أحمد الفضالي، الحزب الذي نشأ من الشعب ولم ينشأ من رجال الأعمال ولا من الطبقة الغنية التي لا ترعى مصالح المجتمع أو الشعب. جئنا لنؤيد الدكتور محمد صبري له منكم وإليكم. أساس الحكم لابد أن يكون الحكم من خلال الشعب ومن خلال قيادات يبرزها الحزب، كما تشاهدون أمامكم أن الحزب يختار قياداته من بين الأبناء ذوي القوة والعلم. فالسلام ليس سلام المستضعفين ولكنه سلام الأقوياء الذين يقدمون الخير كله لأبناء الشعب. وخير من يمثلكم هو أستاذ ذو علم وفضل وباحث وعالم، هو الدكتور محمد صبري البادي. فتؤيدوا جميعا ويبارك حضراته وستكون جميع قيادات الحزب رجل علم وتقدير، رجل شهامة وبسالة، فهو أبناء البسلاء، أبناء الشجعان. فهيا بنا نرفعه إلى قبة البرلمان حتى يكون نائبا علينا جميعا، حتى يكون ممثلا لنا في البرلمان، حتى يمثلنا في قضايا البطالة وقضايا العلم وقضايا المعرفة وقضايا الصحة. فهذا الرجل هو مثال خير لهذا المكان الذي يحتاج إلى علماء. ويكفي
الحديث في إطار مغلق وجدران منعزلة عن القرى والنجوع والشوارع المحيطة بنا. لذلك إنني أطالبكم بل أناشدكم أن تكونوا خلف هذا الابن البار لأبناء قريته حتى يعلو اسم فخر العرب. مرة تانية رجعنا لحضراتكم وبنشوف مع بعض ازاي الشارع بيتفاعل مع حزب سياسي جاد، ازاي المواطن محتاج عضو مجلس شعب فاعل وجاد. بالفعل بنأكد مرة تانية